عادة في مثل هذه البلدان تبقى مشروطة بها لتحقيق السلام، وهي مثلا التشاركية، البنية الديمقراطية، إطلاق الحريات، إزالة المظلومية، محاسبة الماضي، خصوصا أن الأحداث هذه غالبا ما تجلب معها ويلات للكثير من الفئات المجتمعية، محاسبة هذه الجرائم التي ارتكبت، وبالتالي الدخول إلى المجتمع الجديد بصيغة جديدة، بصيغة أكثر نظافة، أو بمجتمع قادر على أن يكون قد بدد مخاوفه، وقد وصل إلى حقه إلى حد ما. بهذا الشكل يمكن بناء مجتمع جديد، بناء مجتمع سلام أو سلام عادل. بدون هذه الشروط وبالإضافة إلى شروط أخرى، طبعا اللبنة الأساسية في هذا السلام هو الإنسان، بناء الإنسان القادر على تقبل السلام، ولتقبل السلام لا بد من شروط أن تتوفر لكي يتم هذا السلام. في سوريا هناك عقبات كثيرة، هي عدم وجود، أولها عدم وجود نظام ديمقراطي، عدم وجود إعلان دستوري حقيقي، أو عدم وجود دستور. ثالثا المشكلة أن سوريا كانت تحولت إلى مركز لكثير من المنظمات غير الديمقراطية، والتي لا علاقة لها بحقوق الإنسان ولا بغيرها من الأسس الديمقراطية. نحن في مرحلة انتقالية. ما ظهر حتى الآن حقيقة هي خطوات، أنا بالنسبة لهذا المشروع أراها خطوات جريئة، لكن حقيقة خطوات الجريئة باتجاه العدالة الانتقالية والمحاسبة وما شابه هي خطوات جبانة جدا، خطوات بسيطة، لا تفي بالغرض. ولذلك فنحن لا زلنا نتأرجح في حالة من عدم التعيين التي ممكن أن تؤدي إلى أي درجة، خصوصا أن السلطات المعنية غير معنية بالديمقراطية، أن السلطات الموجودة غير معنية بالديمقراطية لا ككلمة ولا كمصطلح.